هل تعلم أنه رغم مشاركة كريستيانو جونيور مع منتخب البرتغال إلا أنه لا يزال بإمكانه تمثيل 3 منتخبات عالمية أخرى؟ القصة أغرب مما تتخيل. تحت أنظار والدة كريستيانو رونالدو، شارك كريستيانو جونيور في أول مباراة له مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة، وذلك بحضور جدته دولوريس فيرو التي أعاد لها هذا المشهد ذكريات بدايات ابنها كريستيانو رونالدو في عالم كرة القدم. البرتغال كانت أول منتخب يطالب بضم كريستيانو جونيور، لكنها لم تكن الوحيدة، فهناك عدة دول يمكنه تمثيلها. ففي أوج تألق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، اختارت دون أن يولد ابنه في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنحه أحقية اللعب مع المنتخب الأمريكي. كذلك هناك إنجلترا التي لعب فيها كريستيانو لمدة 2 عام مع مانشستر يونايتد، ما سمح لابنه بالحصول على جنسيتها، إضافة إلى إسبانيا التي نشأ فيها كريستيانو جونيور خلال فترة والده في ريال مدريد. لكن في النهاية اختار كريستيانو جونيور تمثيل البرتغال، البلد الذي احتضن الأب ويسعى اليوم لاحتضان الابن أيضا. وأنت في رأيك أي منتخب يجب أن يمثله كريستيانو جونيور؟ أمريكا، إنجلترا، إسبانيا أم البرتغال؟ شاركنا رأيك.